رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة. رمضان أذان منتظر، رمضان أصالة عادات. إن شاء الله تبارك وتعالى الدروس الرمضانية إن شاء الله تعالى، ونبدأ أول درس اللي هو درس الصيام. إذن صيام شهر رمضان واجب، فرض علينا الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن صيام رمضان واجب علينا، وكان واجب حتى على الأمم اللي كانوا قبل منا. حتى الأمم اللي كانوا قبل منا كان عندهم شهر ديال الصيام، لكن ما كانش دائما سميتو رمضان. في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشهر سميتو رمضان. إذن واجب فرض بالكتاب يعني بالقرآن، وفرض كذلك بالسنة يعني في الحديث. ومذكور في حديث جبريل: وأن تصوم رمضان وتحج البيت. ثم الصيام في شعبان وفي شوال ورجب وذو الحجة ومحرم سنة يكثر الإنسان من الصيام، يعني رجب اللي هو قبل من شعبان، ثم شعبان، ثم كذلك شوال، خصوصا ستة أيام اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنة الإنسان يصوم هذه الأيام مباشرة من بعد رمضان، لأنه حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الأيام ورد فيها الصيام على أنه سنة ومزيان الإنسان يصوم فيه، بحال مثلا الاثنين والخميس. الاثنين والخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم كيصومهم، فسولوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليه: علاش كنا كتصوم يوم الاثنين؟ شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. يعني يوم الاثنين تولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كيصوم شكرا لله تبارك وتعالى. وكذلك ذاك النهار فيه أنزل علي، يعني نزل الله تبارك وتعالى نزل عليه الوحي في يوم الاثنين. والخميس لأنه ترفع فيه الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع فيه الأعمال وأنا أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام يعني أيام الدهر، يعني وقت ما كان يصوم الإنسان، لأنه سنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار بذلك اليوم 70 عاما. يعني الله تبارك وتعالى ذاك النهار اللي صمتي كيبعد بينك وبين النار 70 عام. فتصور إنسان إذا كان حياته دائما كيصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصوم في حديث آخر، لأن الله تبارك وتعالى قال، هذا كيتسمى حديث قدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني الله تبارك وتعالى الحسنات كي ضعفها 10 20 إلى 700. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الله تبارك وتعالى جعل واحد الثواب خاص بالصيام لهذاك الصائم، لأنه قال الله تبارك وتعالى: يدعو شهوته، كيخلي الشهوة ديالو هذاك الإنسان، وكيخلي الأكل والشرب طوال النهار لاش لله تبارك وتعالى. عاد قال الله تبارك وتعالى: للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، يعني نهار كيفطر الإنسان فرحان، فرحة يوم لقاء ربه، يعني النهار اللي غادي يحاسب الله تعالى فيه العبد، غيفرح هذاك المؤمن لأنه غيشوف الكنز اللي قدم بهذاك الصيام. إذن إمتى نصوموا ملي نشوفوا الهلال، ملي يبان لنا الهلال في السماء اللي هو كيظهر إما نهار 29 شعبان، يعني الغد ليه ما غيكونش 30 شعبان، غادي يكون رمضان، لأنه شفناه كيكون من بعد المغرب تشوف جهة الشرق كيبان لك الهلال. إذن بالرؤية يعني بالعين نقولوا غدا رمضان واجب على الإنسان يصوم. وإلى الحال مغمم مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحال مغمم أو لا ما قدرناش نشوفوه، حصل لي شي طارئ ما شفناش، فإذا خاصنا نكملوا شعبان 30 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغيكون رمضان من بعد 30 شعبان. وحساب الفلكيين ما نتبعوه، يعني حساب الفلكيين اللي كيحسبوا بالفلك غيقول لك يوم العيد يوم رمضان غادي يكون نهار كذا، يعني عارفه على عام على عامين 3 سنين عارفين متى يكون رمضان ذاك العام. او اللي يقول لك يوم عيد الفطر امتى غيكون، هذا ما نتبعوهمش
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر إما 29 يعني شعبان إما 29 إما 30 يوم، ما كاينش 31 ولا 28. فإن هم عليكم، اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن هم عليكم، يعني إذا كان مغمم الحال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني خصنا نكملوا شعبان 30 يوم عاد الغد نصوم. فإذا حسب فلكي ما نتبعوش نديروا كما جدودنا، يعني العلماء الكبار ديالنا قديما كانوا عارفين الفلك، ماشي ما كانوش عارفين الحساب الى غير ذلك، كانوا عارفين وكانوا مهتمين به وكانوا اقوياء، وهما اللي علموا الناس اللي دايرين الفلك دابا. ولكن النبي حتى قال فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا حساب فلكين ما نتبعوش، خاصنا نشوفوا كما الناس القدام عندنا في المغرب هكا كيمشيو كيرصدوا اماكن الرصد، واحد الاماكن اللي غالبا كيبان منها الهلال، كتكون جبال مرتفعه واماكن كيكون فيها صحو الجو، منها كيراقبوا وكيخبروا الحاكم، كيقولوا راه شفنا الهلال، وهما كيكونوا ثقه وكنتبعوهم يصوموا المسلمين. اذا فروض الصيام ندخلوا فيها اللي هو اولا النيه. اذا النيه كتكون بين المغرب وبين الصبح، يعني ملي يدخل المغرب تقدر تنوي هذيك الساعه، تقدر تنوي ساعه من بعد، تقدر تنوي ساعه ساعتين من بعد، 3 الى الصبح الى الفجر، يعني قبل الفجر خاصك تكون نويتي هذيك النيه باش تصوم الغد ليه. وشنو هي النيه؟ النيه انه في قلبك راك باغي تصوم الغد ليه. اما الا بغيتي النيه الكامله كما على حسب بعض العلماء بعض الروايات، نويت صوم يوم غد من رمضان لله تعالى ايمانا واحتسابا. ولا درتي النيه اللي هي كتصوم رمضان كله، اذا النهار الاول تصوم اش تقول؟ نويت صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنه لله تعالى ايمانا واحتسابا. يعني ايمانا واحتسابا يعني طالب الاجر من الله تبارك وتعالى. والنيه نقول لك انا ما نويتش، ما درتش هذيك النيه، ولكن انا فقت السحور كليت وصافي ونعست، هذيك راه نيه اصلا، يعني ما تحتاج خصك في قلبك تقول نويت صيام شهر رمضان، او الا نويتي تصوم الغد ليه، او تسحرتي نطيت تسحر، ولا درتي غير مع العشاء مثلا درتي المنبه، درتي الساعه عمرتي المكانه كما كنقولوا، عمرتي المكانه باش الغد ليه تفيق وما فقتيش كاع، صافي راك صايم، راك درتي النيه. علاش؟ لانه هذيك النيه هي انك في قلبك راه الغد ليه باغي تصوم. اذا النيه خاصك ديرها اول يوم من شهر رمضان، نوي تصوم الشهر كله، عند الامام مالك. الا نسيتيها النهار الاول، اذا الايام الاخرى خاصك كل نهار تعاود دير هذيك النيه، كل نهار تعاود دير هذيك النيه على كل نهار. في الليل نوي على الغد ليه في الليل تعاود على الغد ليه هذيك النيه لمده رمضان كله، لانك نسيتي دير هذيك النيه في النهار الاول. هذا مهم الانسان يعرف. اذا بين الصبح، بين الفجر وبين المغرب خاصك توقف على الاكل وعلى الشرب وعلى الجماع، الاكل والشرب والجماع، وما تدخل حتى شي حاجه للداخل ديالك، ولو شي حاجه ما كتكالش، مثلا شي التراب اصلا ما كيتكالش، ولكن الا دخلتيه راك فطرتي. ندخلوه يعني خصو يكون فات الحلق، يعني فات المكان البلاصه اللي كيخرج منها الهاء ولا الحاء تكون فاتها، الا فاتها نقولوا دخل. اما الا كان خشى شي حاجه في فمو مثلا وتذكر وحيدها، فاذا هذا ما فطرش، ما يتسماش كلا شي حاجه دخلها لداخل. كذلك يدخل شي حاجه لداخل من النيف او لا من العين او لا من الذكر يحليل، يدخل شي حاجه لداخل، كذلك فطر بهذاك المسألة. كذلك يدخل مثلا شي حاجه لداخل من الدبر،
دخل شي حاجه داخل بحال قويلبات ولا شي حاجه كذلك كي يفطروا. من الودن كذلك، لأن الودن ملي كدير فيها شي قطره مثلا كتحس، الا حسيتي بهذيك القطره دخلات من داخل فطرتي، لانه خلاص دخلات، لانه هذاك مدخل كيتسمى مدخل عند الامام مالك، كيدخل لك شي حاجه لداخل فكتسمى فطرتي. هذا بالنسبه للامور اللي كتفطر. مثلا انسان قال لك انا درت برا، دقيت برا في العضله هنا ولا هنا ولا، ما كتفطرش، لانه كيقول لك العلماء من منفذ مفتوح، من واحد الحاجه اللي مفتوحه في الجسم طبيعيا، الفم مفتوح طبيعيا، النيف مفتوح طبيعيا، اما هنا في الجسم مثلا في العضله ما مفتوحش طبيعيا، فكتدك هذيك البرا ما كتدخلش لداخل، فهي كتمشي في الدم او لا كتمشي في العضله، فاذا هذه ما كتفطرش عن جميع العلماء. مكروه ينعس الانسان النهار كله في رمضان، مكروه من الصباح، الله اعلم فاش دوز الليل ديالو، ومن الصباح وهو ناعس حتى الليل، مش من الصيام عنده، مكروه، يعني كينقص ليه بزاف من الثواب ديالو. المجنون ما صحيحش الصيام ديالو، الكافر كذلك ما صحيحش الصيام ديالو. ليش؟ لانه باش يكون صحيح الصيام ديالو خصو يكون مسلم، والمجنون يعني حمق، ما عندوش العقل، ما عندوش العقل، اذا هذا مجنون، كيتسمى مجنون، الصيام ديالو ما دايزش، لانه لابد من العقل باش يكون صحيح الصيام. كذلك الكافر خصو يكون مسلم باش يكون صح الصيام ديالو. الحائض، المراه اللي عندها الحيض ما تنويش تصوم، علاش؟ لانه حرام تصوم وهي على الحيض، ولكن ما يلزمهاش تاكل. بعض الناس ما فهموش، فهموا غلط وقالوا لا لا لا، المراه واجب عليها تاكل في رمضان، اللي عليها الحيض يعني واجب عليها تاكل، هي ما ناوياش الصيام، لانه الصيام بالنيه. الانسان اللي مثلا ما نواش في الليل والنهار كله هو جيعان ما واكلش، تسمى صام؟ ما صامش، لانه ما نواش، قلنا النيه فرض من الفروض. فاذا الناس ما فهموش وقالوا لا، المراه خصها تاكل، واجب نشوفها كتاكل، هي اصلا ما نواش تصوم، فاذا ماشي حرام عليها. امتى حرام؟ حرام نوي الصيام. من الاشياء اللي كتبطل الصيام، اذا بعض الناس كيخلط، يتحب له الشكل اللي كيقول لك تقطع الظفر كيفطر الصيام، ما كيفطرش الصيام، تقطع الظفر ما ذكروش العلماء ولا اثر ولا اي شيء لهذه الامور. فاذا اللي خرج المني باي طريقه، احتلام يعني مش باحتلام، خرج المني مثلا بيده او بشي حاجه اخرى، او بالتفكر، يعني كيتفكر في شي حاجه حتى خرج المني، فاذا هذا بطل الصيام ديالو. الا كان محتلم ولو بالنهار، ناعس بالنهار مثلا محتلم، ما عليه شيء، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، يعني ترفع القلم، هذاك ما يتحسبش المسائل حتى يفيق. اذا كان ناعس واحتلم ما عليه شيء ولو بالنهار، اما بالليل احرى، الليل اصلا يجوز الجماع ولو انسان مستيقظ يعني. واللي متعمد يتقيا، يعني دار يدو صبعو كلا بزاف مثلا، كلا بزاف حتى عمر ضرات كرشو وفنها بالنهار، يعني ماشي بالليل، في النهار دخل صبعو مثلا او ريشه او اي شيء باش يتقيا، فاذا تعمد يتقيا هذا الصيام ديالو مبطل. اما اللي غلبوا الصيام، غلبوا يعني القيء، غلبوا القيء يعني درعوا القيء نقولوا، فاذا هذا ما يبطلش الصيام ديالو الا قادر يطرحه، ولكن رجع منه وقادر يخرجه ولكن رجع منه، فاذا هذا بطل الصيام ديالو. الحموضيه الا خرجت من الفم وما قدرش يخرجها ما بطلاتش الصوم، يعني الحموضيه كتكون عند الناس اللي كان عندهم حموضيه زايده عاده في الجسم، داك الشيء كتطلع، الا طلعت ورجعت ولكن ما قادرش يطرحها، ما غلباته، ما عليه مشكل، ما كتبطلش الصيام ديالو. هذا فيه مخرج بزاف الناس، لانه غالبا رمضان يعني تقريبا 20 يوم خرجت لي الحموضيه في سميتو، اذا الا ما قدرش يرجع، الا قدر يخرجها يطرحها، ما قدرش ما عليه شيء، ما بطلاتش الصيام ديالو. الا اذا كان ساهي اسهى مثلا ورجع انسان الصيام الى غير ذلك، فهذا ما بطلاتش الصيام ديالو، ورجع هذيك سميتو الخنونه، النخامه كذلك ما تفطرش، ولكن من الاحسن يخرجها الا كان قادر عليها. خنونه كاين اللي مثلا مروح مثلا في رمضان او عنده شي مشكل في رمضان كله، او لا 7 ايام ولا 3 ايام وهو كيخرج ليه داك الشيء وهو كيسرط، ما كيبطلش الصيام ديالو. والدفال بالاحرى،
الى عنده الدفال مثلا وكيسرط الدفال الى غير ذلك، هذا ما بطلعش الصيام ديالو. بعض الناس ما يتحلي حتى الدفال كيفطر وكيبقى يعني يخرج هذاك الدفال النهار كله. اللي جا الحيض في الصيام، اللي جا الحيض مثلا واحد السيمانه ولا 4 ايام ولا 5 ايام على حسب العدد ديال المراه، فاذا لازم تقضي هذوك الايام من بعد ما يكمل رمضان قبل ما يدور العام. قبل ما يدور العام، لانه لا خلاته حتى دار العام الا كان عندها عذر مثلا كترضع وخافت على راسها ولا خافت على الولد ما يكونش عنده الحليب او كذا، فاذا اخرته ما كاين مشكل، ما حصاتش. ولكن الا خلاته حتى دار العام وعاد سميتو، اذا عصات وواجب عليها تعطي الفديه، تقضي وتعطي الفديه اللي هو مد على كل نهار من الايام اللي فطرات. وكما كنا الحقنه والقطره الى درناها مثلا امتى تفطر الا وصلت شي حاجه لداخل، اما لا درناها ولكن ما حسينا بوالو ما وصلت لداخل، فاذا ما تفطرش. كاين بعض الناس اللي ملتبس عليهم يعني مخلطين الامور، مثلا في الليل كينوي مثلا 3 الصباح الصبح مع 5 الصباح، مثلا مع 3 الصباح نوى يصوم، مع 4 الصباح باقي الفجر الفاق. واش حرام عليه ياكل؟ لا ما حرامش، ولو نوى، لان النيه ما عندها علاقه بالماكله. النيه ما عندهاش علاقه مع الماكله، لان الانقطاع على الاكل امتى خصو يقطع الاكل؟ من الفجر الى المغرب، من الفجر حتى المغرب. فاذا هو وخنوى ممكن يعاود ياكل ويشرب من بعد النيه الى الفجر، لا علاقه بينهما. ماشي شرط في الصوم الانسان يعني يغتسل مثلا محتلم، ماشي شرط خصو مع الفجر خصو يقول قبل الفجر يغسل باش يدوز النهار ديالو غاسل، لا ماشي شرط. لان الصيام انقطاع على الاكل وعلى الشرب وعلى الجماع، ماشي جماع، هذا هو اصلا على جنابه، لكن هو واجب عليه يغتسل باش يصلي، هو شرط لصحه الصلاه ماشي شرط لصحه الصوم، لكن مكروه يبقى على ديك الجنابه ديالو في الصيام، مكروه. الى يمس المراه مثلا، الا كان خايف يخرج المني مع لمس مراته الى غير ذلك، هنا كيولي حرام، لانه عارف انه الا مسها غادي ممكن يخرج المني. كذلك المذي اللي هو واحد السائل لزيج، ماشي بحال المني كيخرج. الا كان الانسان فكر في شي حاجه او لمس مراته، ولا ممكن يخرج هذاك المذي اللي هو لزيج واقل من الكميه ديال المني، فهذا كيتسمى المذي. فهذا كذلك الانسان حرام عليه الا خاف يخرج حتى المذي، حرام عليه يمس المراه ديالو. اما الا عارف راسو واخا يمس المراه ديالو مثلا شد من يدها الى غير ذلك، ما عارف ما غيخرج، فهذا ما كيكونش حرام في حقه. لكن كما قلنا مكروه. امتى كيكون حرام الا كان خايف وعارف غيخرج المني او غيخرج المذي. اللي داق الماكله مثلا، المراه كطيب دق الماكله ما تصرتش، خصها تدفل من بعد باش هذاك الريق تخلط ولا مخلط، لا سرطاتو بطلات الصيام ديالها. لكن الا ما يعني خرجت من فمها ماشي ما بطلاتش الصيام ديالها، لكن مكروه وكره ذوق كهدر كذوق وهدر. فالهدر هو كثرة الكلام، يعني كثرة الهدرة النهار كله هو هدر مكروه. اللي كنقولوا حاجه مكروهه في الصيام شنو معناها؟ ولا مكروهه في الصلاه ولا لكنها كتنقص من ثواب. فاذا الانسان في كل الاحوال العام كله الانسان خاصو ينقص من الهدره، ولكن في رمضان بالاحرى خاص الانسان يحافظ على لسانه ما يخرج الكلام بزاف باش ما ينقصش من ثواب ديالو. الانسان دايز ما دخلت دبانه كما قال ابن عاشر ذباب مغتفر. شنو معنى مغتفر؟ يعني ماشي مسموح به تاكله، معناه انه رغم عنك انت غادي حال فمك دخل دبان ولا دبانات، فهذا يسير ذباب مغتفر، معناه انه شويه الذباب لا واحد جوج ثلاثه ولا نعم موسى دخلوا لداخل مشات. اللهم صل على سيدنا محمد. اذا ما بطلاتش الصيام ديال هذاك الانسان. او الدخان، يعني انت غادي الدخان ديال البخور مثلا، او الدخان ديال الغبار ديال الطريق الى غير ذلك. لكن ما يمشيش انسان مثلا يمشي للجباني او الكامينه ديال الحريره ويشم يلحس بداك الشيء الحلق ديالو داخل، قالوا العلماء فطر. الامام مالك قالوا هكا
الا مشى سميتو شم هكا تحس به الداخل ديالو فاذا فطر. اللي مشى الحمام مثلا كاين الدخان الى غير ذلك هذاك ما يفطرش. و السنه اول ما يدخل المغرب نفطروا، اول ما يدخل المغرب يفطر سنه. ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك اول ما يدخل ويكون قبل ما يكون الفجر تاخر السحور الى اخر وقت. ما تزال امتي بخير ما او تسحروا فان في السحور بركه. السحور فيه بركه تقويه على الطاعه الى غير ذلك. فمهم الانسان يحافظ على هذه المسائل. واش نقول الانسان ملي ياكل التمره مثلا باش يفطر؟ لا، السنه تفطر باش بالتمر وشويه ديال الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. تقول هذيك التمرة باش تفطر الصيام ديالك. عاد من بعد يسن أنك تصلي وهذاك الشيء اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.